سعيد يخوض المباراة رقم 100 بقميص المقصة في الدوري. تعد مباراة المصري السابقة هي المشاركة رقم 100 لقائد الفريق بقميص المقصة في مسابقة الدوري. هاني سعيد من مواليد 22 إبريل عام 1980، ويتواجد هاني سعيد في المقصة منذ أغسطس عام 2011. بدأ مسيرته الكروية في صفوف النادي الأهلي حينما التحق بمدرسة الكرة وعمره وقتها 9 سنوات فقط، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول في سن 17. بعد ذلك انتقل إلى نادي باري الإيطالي في عام 1998 ولعب معهم حتى عام 2003. وفي هذه الأثناء تنقل إلى العديد من الأندية في صفقات إعارة مسينا وبيروجيا وكاتانيا في إيطاليا. وفي موسم 2005-2006 لعب مع نادي فيورنتينا الإيطالي، وفي موسم 2006-2007 انتقل إلى نادي مونزا البلجيكي، ولعب بعدها في نادي الإسماعيلي منذ عام 2007 حتى أن اشتراه نادي الزمالك عام 2008، ومن ثم انتقل إلى المقصة عام 2011. يعتبر هاني سعيد من الجيل الذهبي الذي حقق بطولة الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية، وشارك مع الفراعنة في بطولة كأس العالم للقارات التي أقيمت في جنوب إفريقيا عام 2009. كابتن هاني سعيد قيمة كبيرة في الكرة المصرية. لو هتكلم عن كابتن هاني مش هقدر اديله حقه كنجم من نجوم الرياضة في مصر عموما. راجل يعني تاريخه بيتكلم عنه، يعني راجل ما شاء الله، يعني واخد 3 أفريقيا وغير الاحتراف. ده في الكورة، يعني ده في الكورة بس تاريخه بيتكلم عنه. انما الجانب الشخصي، انا كابتن هاني على المستوى الشخصي انا بحبه جدا. شخصية قيادية، شخصية محترفة، شخصية اقدر ان انا اي لعيب صغير بيتمرن معايا او بيعشه في الملعب بيتعلم منه حاجات كتيرة جدا داخل الملعب وخارج الملعب. كابتن هاني من الشخصيات اللي انا على المستوى الشخصي بحبها جدا. بحب ان هي تكون معايا في الملعب. بحس بالارتياح، بحس ان في قائد داخل الملعب. انا زي ما قلت مش هقدر اديله حقه في الكلام عليه، لان هو اكبر من ان انا اتكلم عليه. انا بتمنى له طبعا توفيق، وبتمنى له مزيد من النجاح، وهو يستاهل الكلام اللي هو يستاهل المكانه اللي هو فيها، لان هو فعلا لعيب عارف مصلحته كويس، عارف بيعمل ايه، عارف ازاي بيتعامل مع الكرة. فاتمنى له التوفيق طبعا، وباذن الله من نجاح لنجاح دايما كده ان شاء الله. Okay, about Captain Hani Said, I think he's a very good player. I came to meet him in the team, and so far he has been very good to me and to all the players. حسناً، أعتقد أن كابتن هاني سعيد لاعب جيد جداً. قابلته بعد انتقالي إلى الفريق، وحتى الآن لقد كان تعامله معي ومع لاعبي الفريق بكل احترام. فهو أيضاً يتحدث إلى الجميع ويشارك اللعب مع الجميع ويحب الجميع. كابتن هاني في الملعب يعني أتمنى له الأفضل وبالتوفيق. نتعلم منه، لاعب راجل ومعانا في كل حاجة. كابتن هاني مثلا في الملعب، يعني لو هو ورانا بيقول لنا اتحرك يمين شمال، ما حدش بيبص وراه. كابتن هاني يقول لك اتحرك يمين مثلا يا حسين، ما بيبصش ورايا، بابا بنطمن وهو ورايا في الملعب، بنطمن كلنا وهو موجود في الملعب. قائد معنى الكلمة، وراجل جدا ومعانا وبره الملعب، يعني حاجة تانية خالص. راجل جدا معانا، ما فيش حد بيقوله على حاجة بيقوله لأ، بيعملها. لو في أي حاجة مع الإدارة مع الكابتن إيهاب هو اللي بيروح يتكلم، هو اللي بيطلبها منه للعيب، وهو اللي بيعمل كل حاجة لينا. ويعني هو معانا حاجة تانية خالص، يعني وكلنا بنحبه والفرقة كلها بتحبه هنا. وأنا على المستوى الشخصي بعشقه، يعني بحب كابتن هاني جدا، وربنا يخليه لينا ونكمل معانا إن شاء الله 200 ماتش مش 100 بس إن شاء الله. والله كابتن هاني طبعا أخ كبير لينا كلنا. بالنسبة لنا الفرقة كلها بتحبه على المستوى الأخلاقي، على المستوى الشخصي، على المستوى الفني في الكورة وبره الكورة. بالنسبة لنا كابتن هاني طبعا في النادي وفي التيم حاجة كبيرة لا غنى عنه طبعا. وطبعا حابب أبارك له طبعا على نادي المئوية، إنه دخل نادي المئوية. إن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التقدم كابتن هاني. وانا يعني طلب شخصي مني ليه ان هو ما يبطلش، وان شاء الله يكمل 200 ماتش 300 ماتش ويفضل يلعب لحد ما هو يزهق.
وكابتن هاني بالنسبه لنا قائد في الملعب، بره الملعب بنتعلم منه حاجات كتير. في الملعب بره الملعب على طول بيواجهنا، على طول بيتكلم معانا، على طول بنقعد مع بعض. ما بنحسش ان في فرق ان هو كابتن الفرقه، ان في فرق في السن، لا هو معانا على طول، بنهزر مع بعض، بنضحك مع بعض. فطبعا كابتن هاني بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، كلنا بنحبه. والف مبروك طبعا يا كابتن هاني، وان شاء الله السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها هتحقق كل اللي نفسك فيه وتعدي ال 100 ماتش وتدخل في ال 200 وفي ال 300 كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الأول ببارك لكابتن هاني على المباراة رقم 100 مع المقصة، وإن شاء الله ما تبقاش 100 بس، تبقى 100 و200 و300. طبعا هو موجود معانا، احنا بنستفيد منه كلنا، احنا ما بنتعاملش معاه ان هو لعيب وكده، لا بالعكس، ده هو أخ كبير لنا كلنا. فببارك له وربنا يكرمه إن شاء الله في اللي جاي بإذن الله. بره الملعب عايز اقول له خف علينا شويه في الخصومات عشان خصوماتك كتير. بالتوفيق ان شاء الله كابتن هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن هاني طبعا الكلام هيكون قليل عليه، قيمه كبيره وكابتن فرقه حاجه كبيره جدا. ما بيحسسناش ان هو كابتن فرقه، لا ده اخ كبير لينا. انا ببارك له على 100 مباراه مع نادي مصر المقاصة، ان شاء الله يقدر يكمل، ان شاء الله نقدر نحافظ على اللي هو فيه ونوصله لاحسن من كده ان شاء الله. ومهما الواحد يتكلم اكيد الكلام هيبقى قليل على الكابتن هاني. ربنا ان شاء الله يكرمه الفتره الجايه ان شاء الله.